اهلا بيكم. حلقه جديده وهنتكلم فيها عن الفيلر. انا دكتور وائل يحيى وانت اللي قتلت ابني يا مجدي. الفيلر ده عالم كبير اتكلمنا فيه قبل كده وهنتكلم تاني وتالت ورابع. الاخطاء الشائعه في الفيلر تخلينا نعيد تاني وتالت ورابع الكلام فيه. الحقيقه الفيلر هو عباره عن ماده بتملى خلاص، سهله جدا. اختلاف المواد بقى بتفرق في ايه؟ في مواد بتدوب بسرعه وفي مواد بتدوب بتقعد فتره طويله. اي فيلر دائم مش هنستخدمه، يبقى نقطه رقم واحد، اي فيلر دائم مش هنستخدمه. غلو ماده الفيلر انها تدوب، رخصها انها تفضل موجوده. احنا مش هنحط في جسمنا حاجه خالص غير انها تكون بتدوب. النقطه اللي وراها بقى بلد المنشأ، لان في الاخر الفيلر عباره عن سرنجه شفافه. فالاخطاء اللي هنسمعها اليومين دول مرعبه. يا جماعه لو سمحت، البلد المنشأ مهم جدا. الفيلر المحترم بيبقى موجود جوه بوكس، مفيش سرنجه شفافه كده بتيجي تتحقن لمريض. نقطه رقم 2 ودي مهمه برضو جدا، حضرتك اتكلم مع الدكتور بتاعك او مع الدكتوره بتاعتك، نوع الفيلر اللي هيتحط لي ده ايه. مش مهم اسم الشركه، المهم يبقى الشركه دي شركه معروفه ليها وكيل في مصر، مفيش سرنجه جايه متهربه ونيجي نحقنها. حلو. نقطه رقم 3 برضو من الغلطات اللي بنسمعها كتير جدا، انا بعمل فيلر وادوبه بعد اسبوعين، بعمل فيلر وبدوبه بعد 6 شهور. مفيش فيلر هيقعد في الجسم كويس بعد من 6 ل 8 شهور. يبقى انا اعرف ان انا حقنت فيلر نوعه مش حلو. نقطه رقم 3، ايه الاماكن اللي احط فيها الفيلر بقى؟ سهله اهي. وايه الفرق بين الفيلر والدهون؟ الفيلر سهل جدا، الشفايف ما لهاش غير فيلر، الوجنه تحت العين والايدين هنا نبتدي نتكلم امتى هحط فيهم فيلر وامتى هحط فيهم دهون. هل نقل الدهون عمليه؟ لا مش عمليه، اجراء بيتعمل جوه العياده او جوه المركز، بس يبقى المركز مبدئيا مترخص. طيب النقطه اللي وراها بقى، ايه الفرق بين الدهون والفيلر؟ الدهون ماده بتقعد من الجسم فبتقعد مده طويله او بتقعد طول العمر، اقل حاجه ليها من 5 ل 7 سنين. الفيلر لا، الفيلر هي سرنجه باختلاف الشركات زي ما قلنا بتقعد تقريبا من 6 شهور 8 شهور، وفي بعض الانواع اللي هي متخصصه قوي في التمبل دي اللي هي بيتزود عليها كالسيوم بتبقى لونها ابيض شويه، دي بتبقى موجوده بتقعد تقريبا سنه و3 شهور، سنه و6 شهور. دي اقصى مده للفيلر. احنا اتفقنا ما تحطش فيلر دائم، ده مصايبه اكتر بكتير. زمان احنا سمعنا وبنعيدها تاني، سمعنا عن جل الشعر الشفاف بيتعبى في سرنجات وبقى بيتعمل بيه سرنجات بتتحقن فيلر. مفيش فيلر بيتعمل غير جوه عياده مترخصه، مفيش فيلر عند كوافير، مفيش فيلر البوتوكس بارتي والفيلر بارتي اللي كانت بتتعمل في الكومباوندز والكلام ده لما اصحابنا النهارده جينا نعمله، ده نتيجته بتبقى سيئه جدا، كل حاله لوحدها. طيب الكميات بقى، احقن سرنجه 2 3، ده بيبقى تقديري ما بين طلب المريض والدكتور بتاعه. مفيش حاجه اسمها النهارده وزع لي سرنجه واحده في كل الوش ولا زيد وعبي، هو مش كيس وبنعبي فيه، احنا بنرجع مقاييس جمال. السرنجه عباره عن 1 مللي، في بعض الشركات منزله 2 مللي بس عاده دي مش هتلاقوها موجودين كتير في العيادات في مصر يعني، لكن هي دايما السرنجه 1 مللي. هنقول ان كل منطقه لينا تديني 1 مللي، يعني مثلا الشفه اللي فوق والشفه اللي تحت تقريبا كل واحده 1 أو 1 والا شويه، ما ينفعش سرنجه واحده تكفيني فوق وتحت. مجرى العيون التير ترف اللي هو موجود وحتى عند الشباب الصغيرين دلوقتي ده موجود عندنا، عاده بتبقى سرنجه واحده تقريبا كافيه. طيب في نوع فيلر ظريف بيسموه الجوفينايل، ده موجود للشباب الصغيرين اللي هم ايه التين ايجرز او داخلين الجامعات. ده نوع فيلر ده بيدوب بدري، حلو، نتيجته حلوه جدا، بيعيد شويه نضاره ولكن ما بيقعدش كتير، ده كويس وجميل وامن تماما. الشركات بتقدم لنا النهارده كل حاجه انت عايز، فيلر مادته خفيفه، فيلر مادته تقيله، ده بيفرق حسب الاستخدام والدكتور اللي بيستخدمه يبقى عارف استخدامه ازاي. ما ينفعش احط فيلر خفيف في مكان يستحمل فيلر تقيل، ده مش هيبان. هتلاقي نفسك حقنت مثلا في الوجنه هنا 3 4 سرنجات وانت كنت محتاجه سرنجه واحده او 2 من النوع الثاني، اصلا مش اي نوع نستخدمه. الانواع المحترمه هي اللي موجوده، بيسموه الاندر جراوند براكتس، موجود للاسف الشديد، وده عليه ريجوليشن جامده جدا عندنا هنا في القانون المصري. لو سمحت لو سمحت لو سمحت حاجتين نتاكد منهم، نوع الفيلر اللي انا بستخدمه والمكان اللي انا بعمل فيه. مفيش فيلر، مفيش حاجه النهارده حد يروح كوافير او كوافيره وتقول له انا هديك سرنجه، ده انتوا بتتخانقوا معاهم في لون شعر، يعني لون الشعر بتتخانقوا عليه، هتديها هتامنلها لسرنجه تعملها تعلق لك شهادات من فوق لتحت موجودين. مفيش حاجه النهارده، ده مفيش مكان محترم بيدي شهاده محترمه لحد يحقن حاجه في جسم بني ادم، لازم يبقى طبيب. دي اخر نصيحه لحضراتكم، نشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله.